بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السيد عامل الإقليم غازيلان المحترم، السيد الكاتب العام المحترم، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلان المحترم، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلان المحترم، السادة رؤساء المصالح الأمنية المحترمون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم السيد باشا المدينة، السيد رئيس الجامعة الترابية بأزيلان، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة البرلمانيون والمنتخبون، السادة رجال الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، السادة الحضور كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. أيها الحضور الكريم، في غمرة الاحتفال بالذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، يشرفني أن أرحب بكم في هذا الفضاء الفسيح لمشاركتنا هذه المناسبة الوطنية المتجددة التي نستحضر من خلالها روح مؤسسها وواضع لبنتها الأولى جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما. كمؤسسة رائدة ومواطنة استطاعت بفضل القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن ترسم لها نموذجا مغربيا يضاهي كبريات المؤسسات الأمنية العتيدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما نود بهذه المناسبة الغالية أن نطلع الحضور الكريم ولو على بعض المهام النبيلة والجسيمة التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني في حماية أمن الوطن والمواطنين وفق استراتيجية مندمجة تكرس مبادئ الإصلاح والتحديث والتخليق، والتي شملت مختلف مجالات العمل الشرطي طيلة السنوات الأخيرة، والتي استطاع من خلالها السيد المدير العام للأمن الوطني أن يكسب احترام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العالمية. فليس من باب الصدفة أن يحظى المغرب بشرف تنظيم الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول المقررة عقدها بمدينة مراكش هذا العام، وإنما هو إقرار واعتراف من المنتظم الدولي بالنجاحات التي حققتها المملكة على صعيد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. السيد العامل المحترم، السيدات والسادة الحضور، تكريسا للبعد المجتمعي والتواصلي للشرطة المغربية، تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني ابتداء من يوم غد 17 مايو وإلى غاية 21 منه تنظيم النسخة السادسة من الأبواب المفتوحة بمدينة الجديدة تحت شعار فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد، وذلك بعد النجاح الذي حظيت به الدورات السابقة بمدن الدار البيضاء مراكش طنجة فاس وأخيرا أكادير، وهي مناسبة سنوية تروم نسج روابط التواصل الإيجابي والتعريف بالمنتوج الأمني المقدم لمختلف شرائح المجتمع المغربي، وإبراز مظاهر التحديث والعصرنة التي كان آخرها إبرام المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مستهل الشهر الحالي اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتطوير منظومة الحكومات الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030. ومن بين أبرز تجليات انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الخارجي أيضا انخراطها الجدي وفق رؤية تشاركية في تحصين الناشئة ضد مخاطر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الإشراف الفعلي على تقديم دروس التحسيس والتوعية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الأطر التربوية والإدارية وشركاء من المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ففي الفترة الممتدة ما بين ماي 2024 وماي من نفس السنة هذه 2025 استفاد ما مجموعه 2224 تلميذا وتلميذة
من الدروس التحسيسية بالوسط المدرسي بمدينة أزيلال، والتي أشرفت عليها أطر أمنية مؤهلة وطرحت خلالها مواضيع تلامس الواقع المعيشي لهذه الفئة. أما العملية الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية فقد تم تعزيزها بالعنصر البشري واللوجستيكي للقيام بدورها على أحسن وجه، وهي تساهم في رفع منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الانحراف. كما أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح الشرطي الشامل والخدمات المقدمة للمواطنين دون الإمعان في التطور الحاصل في الخط الهاتفي 19 على مستوى جميع مراكز الشرطة، لتنتقل هذه الخدمة من الصورة النمطية التي كانت سائدة من قبل إلى منظومة خدمات أمنية متكاملة تنشد التدخل والإغاثة داخل أجل زمني قياسي. وهكذا فقد تمكنت مصالح الشرطة بأزيلال من استقبال 66229 اتصالا هاتفيا خلال الأشهر 12 الأخيرة، تفاعلت مع الحقيقية منها بشكل إيجابي وآني من خلال التدخلات الميدانية التي تباشرها مختلف الوحدات العاملة بالميدان. كما أن الحديث عن الخدمات الشرطية المندمجة المقدمة للمواطنين يحيلنا على ما تقوم به مصالح التوثيق والوثائق التعريفية من مجهودات جبارة بهدف تعميم هذه الوثيقة التعريفية. فخلال 12 شهرا الماضية أنجزت المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ما يعادل 36580 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية، وكذا إنجاز 4320 شهادة للسوابق العدلية. وفي نفس السياق ولتقريب المرفق الشرطي من المواطنين، فإن وحدة متنقلة تابعة لولاية أمن بن مليلال عبارة عن مركبة نفعية مجهزة بأدوات العمل انتقلت في الفترة ما بين 21 أكتوبر 2024 و 10 مارس 2025 إلى 34 جماعة ترابية بالإقليم، وتمكنت من إنجاز ما مجموعه 7077 بطاقة تعريف وطنية لسكان هذه الجماعات. كما تم تسليم 3200 منها بنفس الجماعات، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 17 يونيو 2025. وما كان لمثل هذه المبادرة النبيلة أن تحقق أهدافها لولا الدعم المباشر للسيد عامل إقليم أزيلال، وكذا تعاون رجال وأعوان السلطة المحلية ورؤساء الجماعات المستفيدة. السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم، إن مصالح هذه المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ماضية في تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، والتي راهنت فيها المصالح المركزية على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإدانة. وهكذا فقد تم التحقق من هوية ما يفوق 25185 شخصا بمدينة أزيلال ما بين شهر ماي 2024 وشهر ماي 2025، وتقديم 1119 شخصا أمام النيابات العامة المختصة لتورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة، ضمنهم 497 شخصا في حالة اعتقال. أما الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا ومطلوبين العدالة بالتهم أو تهم مختلفة فقد تم إلقاء القبض على ما مجموعه 321 بأزيلال. فيما يخص قضايا المخدرات والمسكرات، فإن مكونات هذه المنطقة الإقليمية للأمن ضاعفت من مجهوداتها في هذا المجال، واستطاعت بفضل العمليات النوعية المدروسة أن تعالج ما مجموعه 202 قضية تتعلق بالاتجار وترويج واستهلاك هذه السموم منذ ماي 2024 إلى غاية اليوم، وحجز ما يفوق 4525 جرام من مخدر الشراء وما يفوق 110 لتر من مسكن ماء الحياة، وهي محجوزات مهمة مقارنة مع السنوات الماضية، وكذا بحجم الساكنة بأزيلال كأزيلال. خالص عبارات الشكر والتقدير إلى مختلف السلطات، وعلى رأسها السيد عامل الإقليم المحترم والسيد الكاتب العام اللذان لمسنا فيهما
دائما خير سند لمصالح الأمن من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي كلما دعت الضرورة لذلك. وشكري موصول إلى السلطة القضائية بأزلال في شخص كل من السيدين رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل جلالة الملك بها. كما أتوجه بشكري الخاص والخالص لجميع المتعاونين، وأخص بالذكر السادة رئيس مجلس الجهة، رئيس المجلس الإقليمي، رئيس الجماعة الترابية، رؤساء المصالح الأمنية الإقليمية، رؤساء المصالح الخارجية، المنتخبون، السادة المنتخبون، فعاليات المجتمع المدني، ممثلو وسائل الإعلام، الأطر التربوية والتعليمية، والفاعلين الجمعويين. كما نغتنم هذه المناسبة لننوه مرة أخرى بالدعم الذي يقدمه السيد عامل إقليم أزلال لمصالح الشرطة بأزلال ودمنات فيما يخص توفير مقرات للعمل بمواصفات جيدة تضمن شروط العمل الكريم في ظروف ملائمة. وأخص بالذكر مقرا لاحتضان دائرة الشرطة ومصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بمدينة دمنات، ومقرا لإيواء فرقة الشرطة القضائية بأزلال. وباسم الخاص ونيابة عن كافة موظفي الشرطة بأزلال المزاولين منهم والمتقاعدين والحاضرين معنا، أشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة ومشاركتنا هذا العرس السنوي، معتزين بانتمائنا وبمغربيتنا، مفاخرين بتاريخ وأمجاد وطننا، أوفياء لملكنا ولثوابت أمتنا، تحت شعارنا الخالد: الله الوطن الملك. وفقنا الله وإياكم لما فيه مصلحة البلاد والعباد، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك في عمر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، وأن يحيطه بعنايته الربانية، وأن يحفظه في ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله خديجة، ويشد أزره بسنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.